السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد عاطف وحلقة جديدة من برنامج خليك حريف. قابلتني في وشك؟ انزل اخبط لايك واعمل لي متابعة، يمكن المحتوى بتاعي يعجبك. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا جدا بتخص اخبار النادي الاهلي ونادي الزمالك، وكمان هنتكلم على ماتشات اليورو. يمكن امبارح اكتملت الفرق اللي مشاركة في دور الستاشر، ويمكن دور الستاشر أسفر على مواجهات قوية جدا جدا هنتابعها معاكم. يمكن القرعة وقعت سويسرا مع إيطاليا، وإنجلترا مع سلوفينيا، رومانيا مع هولندا، والنمسا مع تركيا، ألمانيا هتلعب ماتش قوي جدا مع الدنمارك، وأسبانيا مع جورجيا، وماتش مهم جدا جدا فرنسا ضد بلجيكا، والبرتغال ضد سلوفينيا. ويمكن على المستوى الشخصي أنا مستني الماتشين دول جدا، لأن الكسبان منهم هيقابل، يعني لو فرنسا كسبت والبرتغال كسبت فاحنا هنشوف نهائي مبكر، ودي حاجة يمكن أنا مستنيها. هنيجي دلوقتي لأخبار النادي الأهلي، وأخبار النادي الأهلي بتقول إن في مصادر جوه النادي الأهلي بتؤكد إن الأهلي أتم الاتفاق مع نادي الدحيل القطري للتعاقد مع اللاعب يوسف أيمن أو أيمن يوسف، يعني هو بيتقال على الاسمين. اللاعب هيجي على سبيل الإعارة لمدة سنة بنية البيع. يمكن لاعب مدافع كويس، ارقامه بتقول ان هو مدافع يمكن من عينة كابتن محمد عبد المنعم كده. فيا رب بس يعني الكلام ده يبقى بجد، والصفقة تتم على خير، ما تبقاش عاملة زي صفقة بالعيد بعد ما المسؤولين في الاهلي اتفقوا على كل حاجة. رجع النادي الجزائري قال لك لا انا مش هبيعه، انا هبيعه بره. فهنشوف. يمكن الخبر التاني اللي معانا اللي بيخص النادي الاهلي ان كولر المدير الفني للنادي الاهلي بيرفض بشدة انضمام اي لاعب من صفوف الفريق للمنتخب الاولمبي. طيب هو هل كولر من حقه ان هو يرفض؟ هقول لك لان الفيفا مش مؤيدة عندها الاولمبياد بطولة دولية. زي ما احنا شفنا مثلا ليفربول في الاولمبياد اللي فاتت كان رافض ضم محمد صلاح، ولما ميكالي كلم اتحاد الكورة ان هو يخاطب ليفربول برضه في الاولمبياد بتاعت السنة دي، ليفربول قال انا مش هودي اي لاعب للاولمبياد سواء محمد صلاح او غيره. يمكن ميكالي المدرب المنتخب الاولمبي كان حاطط اولويات للعيبه، يمكن كان حاطط على راسهم طبعا الكابتن محمد صلاح، وكان حاطط تريزيجيه وكابتن مصطفى محمد. طبعا كابتن مصطفى محمد ربنا يشفيه ويعفى عنه من الاصابه اللي اتصابها في ماتش المنتخب الاخير. طرابزون التركي اعلن رفضه برضه ان تريزيجيه ينضم للاولمبياد وحقه، وليفربول كذلك اعلن رفضه ضم محمد صلاح. فاتجه ميكالي للاعيبه الدوليين المحليين، ويمكن كان حاطط 3 اختيارات. كان حاطط محمد عبد المنعم وامام عاشور من النادي الاهلي ومصطفى فتحي. طبعا يمكن ناس كتير جدا مستغربه ازاي مصطفى فتحي، بس هو شايف ان مصطفى فتحي ده لاعب من طراز محمد صلاح او بيلعب بنفس طريقه محمد صلاح، ومحدش فينا يختلف على امكانيات مصطفى فتحي. فهل هنشوف صدام بين كولر واتحاد الكوره، او بالتحديدا النادي الاهلي واتحاد الكوره بشان اللعيبه اللي هتروح الاولمبياد، ولا النادي الاهلي هيبعت لاتحاد الكوره ويقول لهم ان دي مش بطوله دوليه عشان نبعت اللعيبه؟ وخاصه ان النادي الاهلي داخل بلغه الكوره على مدعكه كرويه في الدوري، يمكن فيها حسم الدوري. يمكن النادي الاهلي عنده ماتشات مهمه جدا الفتره الجايه، من ضمنهم طبعا ماتش بيراميدز اللي يمكن بنسبه كبيره ممكن يحدد بطل الدوري. فهنشوف الايام هترسى على ايه. ويمكن يعني مش عارف، بس انا يعني شايف ان النادي الاهلي ممكن يوافق زي ما وافق في الاولمبيات اللي فاتت، ويمكن وافق انه يودي محمد الشناوي. فهنشوف هل الموضوع ده هيختلف مع مارسيل كولر ولا برضه هيروح. يمكن خلصنا اخبار النادي الاهلي وهنخش في اخبار نادي الزمالك، وما زلنا في تبعيات مباراة الاهلي والزمالك. يمكن رابطة الاندية النهاردة بعتت العقوبات لنادي الزمالك، ويمكن هي عبارة عن اول عقوبة غرامة 100,000 جنيه على نادي الزمالك لانه يعتبر منسحب. العقوبة التانية هي اعتبار نادي الزمالك مهزوم 2-0. العقوبة التالتة خصم 3 نقط إضافية غير مباراة أو غير النقط بتاعة مباراة ماتش الأهلي، وإعادة ترتيبهم، وهي ال3 نقط دول هيتخصموا في نهاية الدوري.
فتخيل ان ممكن ال3 نقط دول يفرقوا كتير مع نادي الزمالك. اما العقوبة الرابعة فهي ان رابطة الأندية بعتت لنادي الزمالك وقالت لهم انا عايز اعرف مين المسؤول عن قرار الانسحاب عشان خاطر اوقع عليه عقوبة على حسب اللائحة. يمكن لسه مع نادي الزمالك النهاردة في بيان مهم جدا لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الأستاذ أو الكابتن حسين لبيب، هيقولوا في موقفهم من ماتش سيراميكا كليوباترا اللي المفروض هيتلعب يوم السبت. ويمكن أنا بقول لكم أهو من دلوقتي نادي الزمالك هيلعب الماتش مفيش مشكلة. ويمكن برضو نادي الزمالك بعت لرابطة الأندية النهاردة عايز يستفسر عن موقف اللاعب محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك. ويمكن زي ما احنا عرفنا كلنا ان امبارح محمد شحاتة وقع 4 سنين لنادي الزمالك، فهو كان بيسأل رابطة الأندية هل اللاعب يحق ليه المشاركة ولا لا. يمكن رابطة الأندية ردت في ساعتها وقالت ان اللاعب يحق له المشاركة من بعد ماتش الأهلي. وجهة نظر انا كأهلاوي ان نادي الزمالك كان صح في اللي هو عمله، ان هو ياخد موقف. نادي الزمالك اتظلم، نادي الزمالك اتظلم، محدش يقدر ينكر. ضربة الجزاء دخلت او ما دخلتش بس هي كده كانت لازم تتعاد. بس اللي انا مش فاهمه ان انت وانت بتقول ان انا مش هلعب اي ماتش في الدور التاني، هل انت كنت متوقع العواقب اللي هتحصل بعد كده؟ لان انت دلوقتي في نظر الناس كلها كأهلاوية وزملكاوية انت كنت خايف من الاهلي، او كنت قلقان ان انت تخسر سكور من الاهلي، لان انت لو لعبت الماتش الجاي فبتثبت الكلام ده. يمكن دي كانت اخبارنا النهارده. يمكن حصلت حاجه امبارح كده غريبه في ماتش دوري الترقي كان بين حرس الحدود وسبورتنج. يمكن يعني النشيد الوطني ده يا جماعه له احترامه. يعني احنا لما بنسمع ان النشيد الوطني في التلفزيون او بنسمعه في اي حته احنا لازم نحترمه. امبارح اللي حصل ده كان قلة احترام. لما نادي سبورتنج ينزل ونادي حرس الحدود ما ينزلش لأرض الملعب والنشيد الوطني يتعزف وفريق واحد بس اللي موجود، كان دي حاجة وحشة يعني. وانا بطالب اتحاد الكرة انه يمكن ما يسكتش على حاجة زي كده. ويا ريت كمان يبقى النشيد الوطني في المناسبات بتاعت منتخب مصر، منتخب الشباب، المنتخب الأولمبي، مش لازم يعني يبقى في كل ماتش، لان احنا بنشوف مهازل. انا بشوف ماتشات في لعيبه اقسم بالله بتضحك والنشيد الوطني بيتعزف، وده غلط مش صح. لازم النشيد الوطني يبقى له احترامه. انت راجل لاعب مصري المفروض تحترم نشيد بلدك، ما تقعدش تضحك، ما تقعدش تتكلم، ما تقعدش يعني انا اسف في الكلمه تتغمز مع صاحبك. ده مش لعب عيال يا جماعه. فيا اما تقولوا قرار ان في حالة اي لاعب يضحك او ما يحترمش النشيد الوطني يتوقع عليه عقوبة كبيرة، يا اما تصدروا قرار وتقولوا ان النشيد الوطني ما يتعزفش غير في المناسبات اللي فيها المنتخبات القومية زي منتخب الشباب والأولمبي والأول. انما ما ينفعش كده، دي ما فيهاش تهريج يا جماعة. احترموا النشيد بتاع بلدكم بعد اذنكم. يمكن دي كانت حلقة النهاردة، ويمكن أنا حاولت يعني ألم لكم كل الأحداث اللي حصلت امبارح والنهاردة. زي ما قلت لكم في أول الحلقة، ما تنسوش اللايك وما تنسوش الكومنتات والاشتراك في القناة، ويا رب أكون ضيف خفيف عليكم. شكرا، السلام عليكم.